هلا وحبايب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اشتاقيت لكم كلش هواية. صارلي هواية ما منزلت لكم لا وصفات ولا فلوقات. عذروني والله، كنت داخلة دورة شموع والتهيت بين الدورة بين التجارب وبين الشغل، فقلت لا، لازم ارجع لكم وبقوة، وان شاء الله ابدي انزل لكم الوصفات والفلوقات. فاليوم قلت لازم انزل لكم وصفة امي راح تسويها، لان هي امي خبيرة بيها واحنا اصلا نحبها من ايدها. اسمها قارن آتشو، يعني بالتركماني البطن المفتوح، بالعربي شيخ محشي، بس شيخ محشي على طريقتنا. فاليوم قلت لازم اجي. راح هسه اول شيء اجيت اشرب قهوة من بن العميد. طبعا بن العميد لا يعلى عليه. وراح اجيب باذنجان هسه وانزل لكم الوصفة رأسا بس ارجع للبيت، فتابعوني وان شاء الله تعجبكم. والله كلش طيبة، احنا نموت عليها. فشوفوا الطريقة وان شاء الله جربوها على رمضان. أول شي هذا الباذنجان اللي اشتريته، ولازم يكون حجمه متوسط، لا كلش كبير ولا كلش صغير. وبعدين قشرت أمي الباذنجان بهذا الشكل. طبعا أكو يبقوا مثل ما هو القشر، بس هالطريقة أطيب. وهسه بالسكينة من جهة واحدة راح تفتحها من الطول، هيجي فتحة خفيفة. شوفوها شلون هسه راويكم اياها شلون بهذا الشكل، يعني مو الا تكون كلش عميقة، لانه احنا راح نقلي الباذنجان وراح تصير طرية، وهاي اصلا الفتحة راح تكبر حتى نقدر نحشيها. وبدت تقلي الباذنجان، طبعا لازم بزيت غزير، ويا ريت تكون الطاوة عميقة يكون احسن. وما نقليها كلش هواية، نقليها نص تقلى، بس مجرد انه نحمرها. شوفوا هنا هاي بعد ما قليناها هيك يكون شكلها. حضرنا الحشوة، ما صورت لكم اياها، اكيد الكل يعرف يسويها. بصل مثروم ناعم نحمسه بالزيت، ونضيف له اللحم المثروم، ونضيف له ملح وفلفل اسود. فقط امي هذا اللي تضيفه. اهم شي نضيف كرفس مثروم ناعم. كرفس، الله يخليكم لا تضيفون معدنوس، يعني المعدنوس بس للسلطات ترى. بس اهم شي بهاي الاكله ضيفون الكرفس، راح ينطيها نكهه تجنن. كرفس مو معدنوس. الباذنجان جاهز والحشوة جاهزة، يلا نبدي نحشيها. شوفوا الباذنجان، شوفوا الفتحة شلون كبرت، هي من كيفها، بس مجرد انه الباذنجانة تقلت هي كبرت. هسه راح تحشيها. طبعا لا تتفاجئون، امي جدا كريمة بالحشوات، بأي حشوة كانت، بالدولمة بالباذنجان بالكبب، هي دائما هيجي. وطبعا اللحم هي تسويه على ايدها، ثرمة على ايدها. وهاي هيجي نخليها. كانت بيبيتي الله يرحمها شو تسوي، تاخذ السعف من النخل وتسويه مثل الخيوط، وتشد بيه الباذنجان حتى الحشوة لا توقع. بعدين احنا قمنا شو نسوي، سيقان مال كرفس نشد بيها الباذنجانة، بس هنا الكرفس مالتهم يختلف عنا، فاحنا عندنا غير طريقة حتى الحشوة لا توقع. هسه اقول لكم شلون. بقت شوية حشوة خلتها أمي على الباذنجان، وبعدين حمست معجون بالزيت وأضافت له فلفل أحمر حار، طبعا هذا الفلفل اختياري. بعدين خلت ماعون على الباذنجان حتى من نضيف المي ويغلي على النار الحشوة لا تطلع من الباذنجان، يعني حالها حال الدولمة. ضفت المعجون على الباذنجان، وضفنا لهم سن ثوم بس قطعناه قطع، وراح نغطيها ونخليها على النار لحد ما تتسبك. وصارت وصفتنا جاهزة لهاليوم. قارنة آتشوخ بالتركماني أو شيخ محشي بالعربي. طبعا تمنيتكم يمي وتشمون الريحة، أما الطعم لا، الطعم شهانة على قولة الأتراك. اليوم أنا جامعتكم كل الدول بهاي الطبخة. هسه راح أكلها ويا التمن، وأراويكم من الداخل شلون شكلها. بهاي الأكلة كل واحد ياخذ باذنجانايته ويخليها بماعونه، وهذا شكلها من الداخل. وبعدين نبدي ناكلها. يعني من صدق أتمنى تسووها، لأنه كلش طيبة.
بس أهم شي تضيفون كرفس، لا تضيفون معدنوس أبدا. وبالنهاية لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك وشير للفيديو. ألتقيكم وصفات ثانية إن شاء الله، وتمنيتكم وياي وتذوقوها.